أنا النهارده في محل الغول، محل الغول محل فول وطعمية وفراخ ولحمة. أقول لك حاجة، أنا في حدائق الأهرام أنا اتحيرت، بقيتش بصراحة عارف المحل دوت أجيه إمتى وأشتري منه إيه، هجيه الصبح بدري هاخد الطعمية السخنة والفول والشيبسي، ولا أجيه آخر النهار عشان آكل منه الفراخ والحواوشي والكفتة. أنا نسيت أقول لكم إن المحل ده شغال 24 ساعة. استنوني في الفيديو دوت. وهنا بقى كنا بنشوف شكل البطاطس وهي بتتقلي، والطعمية بالحشو المختلف السري بتاعهم، وشكل الطعمية وهي بتتقلي، وشكل البطاطس بالخلطة السرية بتاعتهم، والفول المليان طحينة، وشكل بابا غنوجة في الأطباق النظيفة. وبجد الاستاف كله منتهى النظافة، كله لابس جوانتيات. وده كان بقى الشكل النهائي اللي بينزل على ترابيزة الأكل. فعلا طعمية شكلها تحفة. من ساعة ما نزلت الحدايق والناس كلها تتكلم الغول الغول الغول، ايه الغول دوت؟ طلع في الاخر ان الغول ده محل اكل. وطبعا انت عارفين مش هتعدي علينا، فقلنا نستضيف ونجيب معانا صاحب محل الغول استاذ محمد الغول. اهلا بيك، نورتنا يا شرفتونا فندم. شرفتونا. الله يخليك. الغول ده اسم العيله اولا. ثانيا احنا من زمان وانا عايز اسمي اسم مطعم، فقلت الغول بتاع الفول، فهي الغول جت بتاع كده ما الفول. بين قوسين. هي يعني جت كده يعني معايا. كمان نفس الريتم بدماغك. بالظبط كده طب بالظبط. احنا بقى في الغول، ايه امتحان 24 ساعه؟ بنعمل ايه الصبح؟ بنشتغل ايه اللي بنقدمه؟ احنا بالنسبه لنا اساسي فول وطعميه طبعا ومشتقاتها كلها، تمام. بطاطس بقى، بابا غنوج. آه، في كمان الجبنه مقليه، طعميه بكل الأنواع. جبنه طعميه ميكس، جبنه مقليه، كيري، ليمون معصفر. كل ده مدخلينه، بيض بسطرمه، كل ده طبعا من ضمن مشتقات الفول والطعميه. تمام. بعد العصر او بعد يعني الساعه 2 الظهر بيكون في بقى كبده وسجق وكفته، حواوشي، يعني احنا فراخ. شغالين كده 24 ساعه. بالظبط كده بالظبط كده. بيبقى في بقى عروض. بالنسبه لنا في عروض مستمره. وجبات. يعني بالنسبه لنا عندنا عاملين مثلا حاجه اسمها ثلاث اخوات، اللي هي سندوتش فول، طعميه، بطاطس. ده بدل مثلا 32 جنيه ب 25 جنيه. حلو حلو. عاملين برضو سندوتش فول، سندوتش طعميه بدل 20 بنخليهم 15. بنعمل عروض لطلبه المدارس. يعني اثناء المدارس بنعمل بعض العروض احيانا، برضو عباره عن ثلاث سندوتشات او سندوتشين. في برضو مجموعه علب على بعضها، ودي بقى كل فتره بنغيرها. يعني في تغير في العروض طب باستمرار. هل شهر رمضان الكريم كل سنه وانت طيب ان شاء ده الله؟ موسمنا طبعا كده، كل سنه وانت هل طيب. مثلا انا كشركه كمصنع عايز مثلا 50 وجبه 100 وجبه، نقدر ان احنا هنا نكفي الموضوع ده؟ الحمد لله انا عندي ستاف، انا عندي فرعين اساسا. فرعين. فبقدر حدائق الاهرام. بالظبط كده. تمام. في ليونه عندي، في مرونه، يعني اقدر ازود الستاف على حسب الطلبات اللي بتيجي. يعني نقدر بفضل ربنا بفضل الله نكفيها احنا في السنه اللي فاتت امكانيات في معدات السنه في اللي فاتت شغل. كنا بنطلع مصانع في اكتوبر، تمام. واعداد ما شاء الله بالالاف بتطلع. وبنطلع بجوده عاليه، سعر بالظبط كده جدا، كويس. بالظبط بالظبط اكل بالظبط. محترم. يوميا، هو لو في اي ملاحظه الناس مش هتستمر هو معانا اكيد يعني. الميزه من ساعه ما دخلت بصراحه أستاذ محمد، شايف ان حضرتك مهتم بكل حاجه بنفسك. اكيد فصاحب اكيد المكان اساس. بيبقى مهتم ويشوف الحاجه بنفسها. الحاجه نفسها بتنجح. اي مشروع ما كان صاحب الحاجه عليها اكيد ودي يعني حقيقة. صعب صعب دي حقيقة. صعب. صح. طب لو احنا بقى هنعمل عروض بمناسبه شهر رمضان للوجبات للمصانع للشركات للناس الجمهور الطبيعي اللي هيجي آه، اي حد يقول لك من طرف حسام حسن. يا باشا ده تنورونا اولا، الله واي حد يخليك. من طرفه ومن غير فلوس خالص. الله يبارك والله لك. صح. برضه نفس الوضع، هنعمل العروض برضه ثلاث سندوتشات اللي هو في السحور، وده بنعملهم باستمرار. بدل حاجه و30 هيبقى 25. ما فيش ولو مشكله. اكتر برضه يعني بنزود العروض حسب الكميات. عدد الوجبات اللي بالظبط كده، بتوفر حسب منها عدد الوجبات اكيد بنقسم يعني، بنوصل ممكن ل 20%، ما عنديش اي مشكله. 20% خصم لو على كميات بالظبط كده. الكميات والوجبات للمحل الأول. أي حد هيجي هيقوم من طرف الإعلام حسام حسن. عندنا كمان السفرة في رمضان بتبتدي من الساعة 1 بالليل، أي طبق ب 10 جنيه، وده عرض للسنة دي بإذن الله. طب حلو، بمناسبة شهر رمضان الكريم أي حد هيجي عرض السحور ب 10 جنيه عشان محل الغول في حدائق الأهرام. العنوان. 374 طه، شارع العوضي، شارع الجيش، متفرع من شارع الجيش، البوابة الرابعة، حدائق الأهرام. تمام. كان معكم الإعلام حسام حسن من قناة قلب الحدث، مقدم برنامج أنا والأفوكاتو وأنا والناس ومجال الكلام. سلام.